مراد خضري خارج النادي الأهلي رسميا وإلى هذا النادي، فما التفاصيل؟ وبعد خروجه بهذه الطريقة إجراءات تأديبية لمحمد الربيعي حتى نهاية عقده مع النادي الأهلي. والمدير التنفيذي بالنادي الأهلاوي نايف القاضي خارج النادي الأهلاوي رسميا ورسالة إلى الجماهير، فما هي؟ وكل هذا راح نتعرف عليه بهذا الفيديو إن شاء الله. يا هلا والله متابعينا الغاليين بحلقة جديدة من شهاب كرة، بس لا تنسوا على خشم اللايك وتفعيل السبسكرايب وتربط الأحزمة ويلا. وخلينا نبلش بنايف القاضي. نعم يا شباب، بشكل رسمي نايف القاضي المدير التنفيذي بالنادي الأهلاوي أعلن استقالته بشكل رسمي عن النادي، وذلك بتغريدة على أحد حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا نايف القاضي اللي ما يعرفه هو أحد الرجال اللي حملوا النادي بالفترة الماضية، اللي مرت على النادي الفترة الصعبة، واللي كان من بيناتهم الأستاذ وليد معاذ رئيس النادي، الأستاذ تيسير الجاسم. أيضا نايف القاضي هو أحد هذول الرجال اللي حملوا النادي بفترته الصعبة ووقفوا مع النادي وما تخلوا عنه، ولن تنساهم الجماهير الأهلاوية إلى ما لا نهاية. طبعا نايف القاضي بإعلان استقالته كتب رسالة إلى الجماهير الأهلاوية حبينا نستعرضها مع بعض، وبالأخير نوجه رسالة لنايف القاضي قبل ما ننتقل إلى خبرنا اللي بعد. قال نايف القاضي، وراح أحط لكم إن شاء الله التغريدة على الشاشة: اليوم انتهت علاقتي التعاقدية بالنادي الأهلي، تشرفت بخدمة الكيان في أصعب مرحلتين، الصعود والبناء واختيار اللاعبين للمرحلة القادمة. جمهور الملكي العزيز على قلبي، شكرا، لا نوافيكم حقكم في الفترة التي قضيناها لخدمة نادينا. شكرا لكل من عمل معي وعملت معهم، كنتم خير عون لي، ولولا الله ثم أنتم وتضحياتكم ومجهودكم وصبركم وتحملكم كل الضغوط خلال الموسم الماضي ما تحقق هدف صعودنا، وكذلك خلال هذا الموسم في الأربع مباريات الأولى، مما جعلنا ننتصر ونتصدر فيها لأول مرة بتاريخ النادي. وأعتذر من أي شخص أخطأت بحقه بقصد أو بدون قصد، وأسأل الله أن يوفقكم ويحقق أمانيكم بالبطولات والإنجازات في قادم الأيام. هاي كانت رسالة نايف بعد إعلان استقالته، لكن الآن رسالتي أنا إلى نايف القاضي. شكرا نايف، شكرا لكل المجهود ولكل التعب اللي قدمته وبذلته في سبيل النادي وفي سبيل خدمة النادي. شكرا لعملك، شكرا لإخلاصك، شكرا لوفائك للكيان الأهلاوي بفترته الصعبة وبالغامة اللي مرت عليه. لن تنساك الجماهير الأهلاوية، ولن تنسى وقفتك أنت وكل رجالة النادي اللي وقفت مع النادي الأهلي بالموسم الماضي خلال فترته الصعبة، وعلى رأسهم الأستاذ وليد معاذ وتيسير الجاسم ونايف القاضي. طيب نروح على خبرنا الثاني واللي يتكلم عن مراد الخضري وخروج مراد الخضري من النادي الأهلي. نعم بشكل رسمي مراد الخضري خرج من النادي الأهلي، ولكن على سبيل الإعارة. يعني اسم مراد الخضري ما زال مدون على كشوفات النادي الأهلي، وفي حال النادي الأهلاوي احتاج مراد الخضري بعد انتهاء إعارته يقدر يستعيده بكل سهولة ويسر، وهذا الشيء الأهم للنادي الأهلي. طبعا نحن بالفيديو سابق أعلنا جميع أسماء اللاعبين اللي قرر ماتياس يايسلا بأنه يخرجون من النادي الأهلاوي على سبيل الإعارة، ومن بيناتهم كان مراد الخضري. الآن مثل ما شايفين مراد الخضري خرج من النادي الأهلاوي وعلى سبيل الإعارة، لكن إلى أين؟ إلى نادي الأخدود. نعم مراد الخضري خرج إلى نادي الأخدود، ونادي الأخدود أعلن هذا الشيء على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ورحب بمراد الخضري كلاعب جديد بنادي الأخدود. نتمنى التوفيق لمراد الخضري برحلته الجديدة، نتمنى بأنه يطور فيها نفسه ويحسن فيها مهاراته، خصوصا بأنه اللاعب موهبة ما شاء الله وهامش التطوير عنده كبير، والأهم من هذا كله بأنه اللاعب ما زال على كشوفات النادي الأهلي، والنادي الأهلي راح يستعيده بإذن الله بالسنة القادمة بعد انتهاء إعارته مع نادي الأخدود. طيب نروح على محمد الربيعي وطريقة خروجه من النادي الأهلي. نروح على محمد الربيعي والهلال. أول شيء محمد الربيعي نعم خدم النادي الأهلي بالموسم الماضي، بالفترة الصعبة اللي مرت على النادي الأهلاوي لأكثر من نصف الموسم، كان له مجهودات يشكر عليها، لكن هاي المجهودات وهاي العطاء اللي قدموه مع النادي الأهلاوي ما لازم يكون مختلط بنوع من عدم المسؤولية وعدم الاهتمام وعدم الاحترام للكيان الأهلاوي. يعني كان من المفروض بمحمد الربيعي أو أي لاعب يخرج من النادي الأهلي أو أي نادي ثاني بأنه يبلغ النادي بأنه أنا يا جماعة أريد أخرج إلى هذا النادي وأنا دخلت الفترة الحرة، لذلك راح أتفاوض مع النادي الفلاني. لازم يبلغ ناديه الأساسي كنوع من الاحترام للنادي اللي موجود فيه، لكن محمد الربيعي ما عمل كل هذا الشيء. فجأة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشر خبر انتقال محمد الربيعي. بعد دقائق قليلة شفنا محمد الربيعي وقع مع رئيس نادي الهلال وأعلن انتقاله إلى نادي الهلال بدون أي علم وبدون أي خبر مسبق لإدارة النادي الأهلي. عموما هذا اللي صار، وعلى أي حال مع احترامي لمحمد الربيعي لكن مو هالإضافة الفنية اللي راح يضيفها. أضف على كل هذا الشيء بأنه عبد الرحمن الصامبي بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي راح يجي على نادينا النادي الأهلي، وهو على أي حال هو الخيار الثاني عندنا بالنادي الأهلي. يعني محمد الربيعي هو الخيار الثالث بالنادي الأهلي، يعني ما راح يكون في أي تأثير علينا بالنادي الأهلي، لكن
كنا نتمنى بانه يكون الخروج اكثر احترام. عموما بعد كل هذا اللي صار، قررت اداره النادي الاهلي وقرر الجهاز الفني بالنادي الاهلي بقياده ماتياس يايستا بانه يخرج محمد الرباعي من التدريبات الجماعيه للفريق ويتم تحويله الى التدريبات الانفراديه كنوع من العقوبه وكنوع من الاجراء التاديبي لمحمد الرباعي على كل هذا اللي عمله بالفتره الماضيه. انا مع هذا القرار قلبا وقالبا، انا مع تطبيق هذا القرار الى نهايه عقد محمد الرباعي الى النادي الاهلاوي، او يتم مقايضه الفتره المتبقيه بعقد محمد الرباعي مع النادي الاهلاوي باحد لاعبين نادي الهلال المحليين واللي نحتاجهم عندنا بالنادي الاهلي وياما اكثرهم بنادي الهلال. اتوقع نادي الهلال هو اكثر نادي يمتلك لاعبين محليين، لذلك اتمنى من اداره النادي الاهلاوي بانه تبقي محمد الرباعي الى نهايه عقده مع النادي الاهلي واللي هي حوالي اعتقد 5 اشهر، او تستفيد من هاي ال5 اشهر باحد اللاعبين المحليين من نادي الهلال على مبدا التخلي عن المده المتبقيه لمحمد الرباعي مقابل التعاقد مع احد اللاعبين المحليين اللي نحتاجهم عندنا بالنادي. هاي كانت وجهه نظري بالحلول اللي ممكن تتخذها الاداره الاهلاويه للاستفاده من خروج محمد الرباعي، وهاي كانت وجهه نظري بخروج محمد الرباعي. انتم ايش وجهه نظركم؟ اكتبوا لي اياها بخانه التعليقات. وبس والله هذا كان فيديونا اليوم، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، اتمنى اكونوا فقتوا بتغطيتي، لا تنسوا تصلون على النبي اهم شيء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.